سعيد جدا أكثر من سعادتي من كل الملتقيات الأخرى لأنني أشارك أصدقائي الصغار وأنا منهم طبعا. فقط أريد أن أشير إلى أن الجائزة التي نلتها مؤخرا هي جائزة الاستحقاق الأدبي في لبنان، وهناك جائزة أخرى أيضا جائزة القلم الحر في مصر، وكنت مدعوا في هذه الأيام للتكريم هناك، لكن للظروف المعلومة للجميع أجل هذا الملتقى. سبق لي ونلت الكثير من الجوائز الأخرى. لدي 3 مجموعات: مجموعة مناديل العشق، ومجموعة الأفعاء، ومجموعة تحت الطبع. هي السنبلة التي سأختار منها مقطعا بعنوان السنبلة. سنأتي كذا قالت الريح، سنأتي كذا قالت الريح، نحمل وهج المدينة، نحمل أسرار غربتنا، نحلم الآن ها قد بدأنا، وأنت الذي منحتك المدينة تذكرة، كنت وحدك تعشق أطياف سنبلة نسيتها المناجل من وقت جدك، لكنما الريح هذا عبدها ولم تنحني، وظلت تعانق صب السماء لتخبرهم أن جدك كان يغازل كأس الحليب وخبز الشعير، وتخبرهم أن زوجته لم تكن غير حلم وديع يعانق أحلام جدك كي تزرع الحب فيه تعلمه، كي تكون البداية من جدائلها. كان عزوز متكئا غير أن عصاه انحنت، لم تعد تتحمل أفكاره، استفاق وفي التو ردد بيتا قديما من الشعر، لم يسلم الشعر من لحن جدك، لا لم تسلم القافية. كذا كان جدك يا ولدي، صبية الحي يخشونه ساعة الجد، شيخ القبيلة أيضا وزوجته الرابعة. نسيت بعفوك يا ولدي، قالت السنبلة، ففطوم كانت تغمس عينيها بالكحل لما رآها تباطأ بالسير، قال لها: وجدك كان صغيرا وفطوم كالحلم تكبر في قلبه، وكان ابن عمتها يدرك الجرح فيه، تعمد أن يثأر الآن منه خصام قديم، وهذه المدينة يا ولدي أسقطتها السنابل في لحظة الانتشاء، وفي لحظة لسقوط المطر، وفي لحظة